وتوتة توتة خلصت الحدوتة، خلاص حدوتة الدوري الاسكوداتو تقريبا خلاص للانتر، يعني مش عايزين نضيع وقتنا كتير. المؤجلة طبعا امبارح كان ختام الجولة 21، وكنا اتكلمنا قبل كده في العجالة الماتشات اللي اتلعبت، وجبنا سيرة كان في بولونيا كان كسب فيورنتينا في المؤجلة، وبعدين كان في برضه تورينو لاتسيو كسب في المؤجلة 2-0. ولكن كان امبارح في ماتشين مهمين جدا، ماتش ساسولو مع نابولي وماتش الانتر مع اتلانتا، وكنا مستنيين نشوف اي جديد، ولكن الجديد كله يحمل كل سيء بالنسبه لليوفنتوس ولا اليوفنتيني. يعني اولا هو يمكن النقطه المضيئه الوحيده ان اتلانتا يعني اتعرقل، يعني فيمكن فوز الانتر امبارح عرقل اتلانتا ان هو وبولونيا جايين من الخلف. ولكن من ناحيه تانية الانتر فلق بالدوري وبالسكوداتو. يعني طبعا انا عارف هنتكلم من الاخر الاول، عارف ناس كتير هتتكلم على ان في مساعدات تحكيم، وطبعا الجون الاولاني لاتلانتا ما اعرفش ليه اتلغى، وان اتلانتا تقدم 1-0 وبعدين الجون اتلغى بداعي ان في هاندبول، بس يعني هو اللعبه برده كان فيها دينجرس بلاي على باستوني، فمفروض لو الهدف اتلغى، وانا بصراحه ما شفتش هاندبول، يعني لو الهدف مفروض انه يتلغي فمفروض ان يكون في بنالتي لصالح اتلانتا. ولكن يعني خلاص، بغض النظر عن الفار هذا الموسم، ويعني اتكلمت في الكلام ده، يعني بأمانة الانتر الموسم ده شديد، عشان بس نكون صراحة، جامد، بيلعب بطريقة منظمة، يمكن عنده نقاط ضعف كتير وخاصة في الناحية الدفاعية أو في الشق الدفاعي، ولكن التحول من الدفاع للهجوم وبناء اللعب والشق الهجومي عنده مجرم. حق ربنا في مساعدات كتير حصلت السنة دي، ولكن هو لم يكن يعني ممكن يعني من غيرها ما كانش هيحتاجها قوي، ولو ان هي نجدته في ايام كتير وفي ماتشات كتير. ولكن انا بقول هو سكوداتو هيكون مستحق زي سكوداتو 2005 وسكوداتو 2006 بتوع اليوفنتوس، ان ما كناش محتاجين اي مساعده من اي تحكيم لو الناس بتتكلم، فيعني هو نفس المقياس. ولكن حق ربنا الانتر يعني مجرم ويعني قاتل بشكل كبير. الاتلانتا استفزوهم بال1-0 وردوا الواحد باربع اهداف، 4-0 طبعا الجون اتلانتا اتلغى، و4-0 في الاخر. ويعني كان متوقع اول ما جابوا الجون تخيلت ان خلاص اتلانتا، وحتى كتبت على تويتر انه هيتشنكح وتشنكح شنكحه كبيره ويفوز الانتر ويرتفع يعني في الصداره بفرق 12 نقطه دلوقتي ب 69 نقطه. فهنقول ايه غير حسبنا الله ونعم الوكيل. في المقابل الناحيه الثانيه نابولي جاي يفوق على يعني حساب ساسولو، حسبنا الله ونعم الوكيل برضو قبل مواجهتنا على طول. يعني نابولي ايه الماتش ده، يعني انا داخل اشوف النتيجه وشفت الهايلايت 6-1. يعني الاول ساسولو يجيب الجون وبعدين يعني زي ما نقول استفزوهم، يعني جاب الجون كده زي اللي حصل برضو في ماتش الانتر، يعني استفزوهم بجون وبعدين الاكتساح 6 وايه اللي جوان دي واوسيمان عالي وجفار عالي، ولا والاثنين دويتو ما بينهم وتحس ان مفيش يعني حزازيات قوي ما بينهم. فيعني جاي الحال ينصلح وجاي ان هم يفوقوا قبل ما يواجهونا على طول في ملعبهم، فيعني ربنا يستر. وكأن يعني الدنيا حلوة واليوفنتوس الدنيا حلوة مع آخر حاجة. فيعني مش عارف اقول غير حسبنا الله ونعم الوكيل. احنا بنعيش اسوأ ايامنا كيوفنتيني، وخاصة في ظل استمرار أليجري واخبار كتير. ما احنا بقينا الصحافه عامله زي اللي هو بيحبني ما بيحبنيش، الورده اللي كل شويه بيشيلوا منها حته. نفس الفكره، أليجري مكمل، أليجري مجدد، أليجري ماشي، أليجري مجدد، أليجري مكمل، أليجري ماشي. زهقنا، احنا مش عارفين ايه اللي هيحصل. ولكن يعني اعتقد واتمنى ويمكن قلتها تبقى تجربه فريده من نوعها لو هيكون في فرقه من غير مدرب، ما عنديش مانع، بس حقيقي أليجري لازم يمشي، لان يعني انا مش شايف اي بنى واستمراره. انا شايف ان هو كل مدى بيضر الفريق مش يعني بيحسنه. ويمكن هو عتبته نيله، يعني برضه يعني اللي هيقعد يقول لك حظه وحش، هو حظه حلو بالنسبه لنفسه، لكن بالنسبه لليوفنتوس حاجه سيئه. يعني برضه عندنا اصابه ماكيني ورابيو، وطبعا شفنا الكساندرو اللي دخل شال حته في كيزا عمل له اصابه، جايز ما يلعبش ماتش نابولي. فيعني حاجه تقرف يعني بصراحه، زهق. وكل شويه شمعه الشغف يعني تكاد تكون هتنطفئ من كتر القرف اللي احنا شايفينه، ومن كتر ان الاداره مش مديانا امل. يعني انت مع مدرب جديد جايز يكون في امل جديد، وطبعا احنا سامعين عن التفاوض مع فيرجسون وفي كالافيوري. فالفكره كلها ان مدافع من بولونيا وخط وسط من بولونيا، فهل ده استعداد لاستقبال مدرب بولونيا تياجو موتا؟ الله اعلم. ولكن
خلاصة الكلام والموضوع إن حاليًا اليوفنتوس يعني في المنحدر إلى حد كبير. الفوز الأخير كان بشق الأنفس وما كانش يعني الفوز المطمئن بشكل أو بآخر، وعندنا داخلين على سلسلة من الماتشات الصعبة ابتداءً من نابولي المنتشي وفايق ب6-1. نتمنى إن هو يعني ما يكونش في الفوقان اللي هو كان فيه الماتش اللي فات، وطبعًا خلاص السكوداتو يعني راح للإنتر يعني بكل يعني طبعًا بجدارة حق ربنا، هم الفرقة الأفضل والأجهز والأحسن وبتلعب كورة فعلًا جيدة جدًا. ويمكن اتكلمت يعني سبحان الله إنزاجي مسك في نفس توقيت أليجري، وناس كتير كانت بتتكلم عليه إنه متدرب ومش نفس مستوى اليوفنتوس، بالرغم من ان هو كان عامل مستويات جيده جدا مع لاتسيو، عامل كره حلوه جدا مع لاتسيو، خد بطولات مع لاتسيو. ولكن ناس كتير يعني تعالت على الموضوع. ولكن لما نيجي نشوف الفرق دلوقتي يعني على الاقل في بونا، ناس كتير بتقول لك ان هو برضو قضى فترات سيئه مع الانتر ودي حقيقه، ولكن استفاد منها وبنوا عليها. يعني تحس ان في تطور، الفريق نفسه حصل له تطور ووصل لمستوى من الثبات يعني هايل. ولكن احنا يعني احمد زي الحاج احمد الموسم الاول زي الموسم الثاني زي الموسم الثالث، يجيبوا بوجبا يرجع من الاصابه، يجيبوا دي ماريا يتصاب يرجع من الاصابه زي ما هو، كيزا يتصاب يرجع من الاصابه زي ما هو. المستوى هو يعني يخصموا نقاط ما يخصموش نقاط، هي يعني بنلعب كل 3 ايام، بنلعب كل اسبوع، هو يعني ما فيش اختلاف وما فيش اي امل في اي تحسن. وانا مش عارف الاداره يعني حقيقي لو جددت مع أليجري او اديته سنه ولا سنتين كمان، انا فعلا مش قادر اتخيل سنه كمان، فما بالكم بسنتين. انا فعلا مش عارف الاداره ساعتها بتفكر في ايه، او يعني هي ناويه تجلط المشجعين، او انا بصراحه مش عارف. يعني انا بصراحه مش عارف، انا شخصيا مش عارف هقدر اتابع ازاي موسم كمان بهذه الطريقه. يعني خلاص الواحد نفسه قفلت يعني، فانا مش عارف ايه الصبر اللي عند الاداره واللي ما صبرتوش على حد ابدا ابدا. فربنا يعني يتولانا ويعني يسترها علينا. فكانت نهاية الجولة 21، يعني دي زي ما نقول دردشة ما بعد الجولة 21. خلاص ما فيش مؤجلات، اختتمت الجولة بفوز نابولي 6-1 على ساسولو بره أرضه، وفوز الإنتر على أتلانتا 4-0 على أرضه. وحاليا خلاص يعني الترتيب، هنتكلم في الترتيب من أول 10 بس، مش هقعد أتكلم لأن هم ده اللي فيهم اختلاف. الإنتر بقى في 69 نقطة في المركز الأول بفارق 12 نقطة عن اليوفنتوس في 57 نقطة. الميلان في المركز الثالث زي ما هو ب 53 نقطة. بولونيا رابع ب 48. أتلانتا يفضل خامس ب 46. روما سادس ب 44 نقطة. فيورنتينا 41. لاتسيو 40. ونابولي 40. وتورينو 36. دول العشرة. يعني أنا يمكن عشان فيهم الأربع فرق اللي كانوا في السوبر اللي كان عندهم المؤجلات، فخلاص كده الجدول اتضح، ما فيش بقى خلاص لا مؤجلات. وطلعت مؤجلة الانتر اللي احنا كنا متفائلين بيها راحت على الفاضي. ويعني زي ما بقول بغض النظر عن اي تحكيم او فار او اي كلام كتير، وهو صحيح حاليا في مساعدات كبيرة للانتر، ولكن برضو هذا لا ينفي ولا يمنع ان احنا نقول كلمة حق ان هم بصراحة بيلعبوا كرة حلوة جدا وفتاكة جدا ومؤثرة جدا، وحسبنا الله ونعم الوكيل. اللي اول مره اشوف القناه دي مش قناه بس عن الكوره او عن اليوفنتوس او عن الكالتشو، لا، في كلام طب بشكل مبسط وكلام كتير بعيد عن اليوفنتوس والطب. فانا حاطط كل حاجه في قوائم، بصوا على القوائم، يا رب تكون قناه ممتعه ومفيده للجميع. ولو لقيتوها تستحق الاشتراك ما تنسوش تعملوا اشتراك عشان يوصلكم كل جديد. بكرر برضو دايما بذكركم، بذكر نفسي ان احنا ما ننساش اهلنا في فلسطين بالدعاء ليهم. اضعف الايمان اللي احنا بنعمله ان احنا ندعي لهم، فيعني يا ريت ما ننساهمش وما ننساش الموضوع، نفضل يعني فاكرينهم وندعي لهم ونفضل ماشيين في نفس الطريق لحد يعني ما ربنا يعني يفرجها. لان الموضوع يعني يا رب بقى يعني يخلص قبل رمضان على الاقل. الناس يعني حرام يعني اللي بيحصل ده، وحسبنا الله ونعم الوكيل يعني. وطبعا ما ننساش ندعي لكل المستضعفين في كل مكان سواء في السودان او في سوريا، يعني حسبنا الله ونعم الوكيل. الواحد مش عارف البشريه دي رايحه لفين، ويعني مش عايزين نقلبها كآبة، بس يعني فعلا الموضوع بقى صعب جدا. وزي ما بقول دايما الله المستعان وحسبنا الله ونعم الوكيل. ربنا يدينا العمر والصحة ونشوف بعض على خير سواء لايف جاي أو حلقة جاية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.